في هذا الزمان أولئك الذين يتاجرون بالدين ويريدون أن يصلوا به إلى المناصب العليا. حتى سمعنا آخر فتوى في هذا الأسبوع أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم حتى وإن كفر بمحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وتعالى الله عما يقولون، وحاشا لله أن يدخل أحد كفر بمحمد الجنة. حاشا لله أن يدخل أحد الجنة كفر بمحمد. تعلمون لماذا؟ لأننا لا نتكلم إلا من خلال القرآن والسنة. القرآن قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ناهيك عن القرآن اسمع حديث رسول الله والذي قال فيه في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. ده حديث صحيح مسلم. هل نكذب رسول الله؟ هل نكذب رسول الله الذي قال في حديث صحيح والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. حتى قال عن موسى عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هكذا أيها الأحباب القرآن والسنة بصحيح وصريح أن من يكفر بمحمد ليس بمسلم وإن قال لا إله إلا الله، خاصة وإننا جميعا نحفظ من أولى ابتداء حديث بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول